مفاجأة كده على الصبح. يعني اللهم بارك اللهم بارك، بس الصدمة هنا كانت كبيرة. ايه بقى اللي حصل يا مشاهد؟ انتوا مش هتتخيلوا. شايفين هنا؟ بس شايفين البط كله بيشق ازاي اهو، شق من البيضة. شايفين البطة اللي شقة من البيضة دي لسه ما طلعتش؟ اللهم بارك اللهم بارك. ربنا يبارك لنا فيهم يا رب ويرزقنا رزق حلال طيب مبارك فيه. هنا زي ما احنا شايفين كده، يعني البطة عندك اللي بتطلع غالب البط كله بيشقوا مع بعضه في نفس اللحظة. بطة ممتازة ممتازة ممتازة، اوعي تستغني عنها في يوم من الايام. طيب يعني معنى كده ان البطة اللي بتطلع شوية ويبقى لسه شوية وتطلعهم كمان ساعتين او على اخر اليوم وحشة؟ لا مش وحشة يا جماعة، بتكون برضو حلوة طالما طلعت لك، بس دي بتبقى اكتر كفاءة منها. ليه؟ علشان قادرة ان هي تقلب البيض كله مع بعض في نفس التوقيت طول فترة الركود. قادرة ان هي ترطب البيض كله زي بعضه في نفس التوقيت. قادرة ان هي الحمد لله بفضل الله وكرمه تطلع البيض كله مع بعض في نفس اللحظة ونفس اليوم. يعني اللهم بارك. طبعا الباقي ده لسه هيشق برضو حالا حالا. انا كده هساعدها واشيل لها قشور. كانت الصدمه بقى بالنسبه لي، يعني الحمد لله فضل ونعم، اللهم بارك فيهم يا رب، ربنا يبارك لنا فيهم. ويعني انا مبسوطه بيهم والله جدا جدا. بس كانت الصدمه، شايفين البطه البيضه؟ البطه البيضه طلعت المره دي بط لونه اسود، مع ان كان معاها الذكر الابيض. ده بقى الغريب بالنسبه لي. طبعا الحمد لله انا عندي كام بطه بيضه، مش دي بس، انا عندي كام بطه بيضه. الدور اللي فات البطه طلعت كله ابيض، واللي قبله كله ابيض، اللي قبله كان نص ونص. يعني اللهم بارك اللهم بارك بجد. دي كانت يعني حاجه غير متوقعه بالمره. يعني انا كنت متوقعه ان هي هتطلع كل البط اللي تحتها ابيض. صدمتي بقى يعني لحد دلوقتي كل اللي طلع اسود. الله اعلم لسه في حاجة تانية هتطلع لونها ابيض ولا هيبقى اسود زي ده كده. يلا الحمد لله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اسعي وربي عشان يبقى عندك المنظر ده. كتير من حبايبنا سألوني قالوا لي يا مشاهد احنا عايزين بط ابيض وعايزين نحجز البط الابيض اللي بيطلع. انا كتير جدا جدا مكلميني على بط ابيض. لما يكون متوفر ان شاء الله هنزل لحضراتكم بوست او فيديو هقول لكم المجموعة دي والعدد ده متوفر. ربنا يبارك لنا فيهم يا رب. وكنت بنتظر البطه ديت، تعتبر ما اتاخرتش في طلوعها، مع ان انا كنت متوقعه انها تتاخر في طلوعها شويه لان الجو عاد بيبرد، الجو عاد بيسقع، فبالتالي البيض يتاخر على ما يطلع. يلا ربنا يبارك لنا فيهم. هبتدي ان انا اشيل لها كل القشور دي، مش هشيل اي بط منها خالص، هسيب البط لما ينشف تماما تماما. وبعد كده ابتدي ان انا اجمعه منها. طبعا ان شاء الله باذن الله انا يعني هاخد تربيه ليا اربيها. هشوف يا اما التربيه دي يا اما التربيه الجايه، بس احتمال كبير اخد التربيه دي ليا اربيها ان شاء الله باذن الله. طيب ما خدتش التربيه اللي فاتت ليا مشاهده تربيها؟ كان ما شاء الله عددها كبير، كان عددها 24 بطه كانوا طالعين من بطه. اللهم بارك اللهم بارك. ربنا يبارك بقى لصاحبه النصيب يا رب اللي اشتريتهم، ربنا يبارك لها ويملى بيتها خير وبركه يا رب. علشان انا عندي بط تاني بره، يعني انا عندي بط تاني عمرين بط مربيهم لبيتي للبيت يعني. فبالتالي لما اجي كمان اربي عدد كبير، لا انا بربي على قد احتياج بيتي. ما هو محتاج تسمين بط، يعني محتاج مثلا 15 بطه تسمين اذبحهم، محتاجه مثلا 20، محتاجه 15، محتاجه 10، عشان انا عندي غيرهم. اما انا لو ما عنديش بط صغير خالص او وسط، يعني ما عنديش بط وسط، لان انا عندي وسط، انا عندي مقفل ريش هذبحه كمان اسبوعين. ده كنت سايباه تسمين، وعندي الحمد لله اصغر منهم بشهر ونص كمان، يعني خلاص بيقفلوا ريش. هبقى اصورهم معاكم اللي هم كانوا موقعين ريش في الصيف دول، هبقى اصورهم برضو معاكم دلوقتي ما شاء الله بقوا كويسين وريشهم بقوا كويس. فبالتالي يعني انا بربي نفسي على حسب احتياجي فقط، عشان بس ايه الناس اللي بتستغرب. فانا حبيت برضه ارد عليكم من خلال الفيديو، وان شاء الله لما يتوفر عندي بط هنزل لحضراتكم فيديو ايا كان العدد. بالنسبه لحبايبنا اللي كانوا طالبين اعداد بسيطه برضو ان شاء الله يتوفر لهم على حسب الرقد اللي بيطلع. والله يا جماعه يعني ممكن مثلا يبقى بطه مرقدها مثلا على 15 بيضه، ممكن اجي افحص البيضه لا 4 فاضيين، يكون ذكر كبير عندي في العمر ولسه ما غيرتوش مثلا، فبالتالي لقيت كام بيضه فاضيين، فهضطر بقى من الحاله دي اعرف ان الذكر عندي خلاص محتاج ان هو يتغير، لان انا لقيت تفاوت في الكسر، فهذبحه بقى واغيره، بكون كبرت غيره.
وخلاص بكتفي بحمد ربنا على العدد اللي طلع من البطه، طلعت 10 مثلا او طلعت 11، حلو رضا. دول ليهم اللي بيكون محتاج 10 بس، في اللي محتاج مثلا 40، في اللي محتاج 30، في اللي طالب مني 100 بطه، في اللي طالب مني 150 بطه. فده على حسب ما يكون متوفر عندي، وانا عمري ما احوش حاجه عنكم. ربنا يرزقني ويرزقكم برزق حلال طيب مبارك فيه، وكل ياخد من السلاله وكل يتراضى. ربنا يبارك للجميع يا رب. يا ريت لايكات كتير جدا جدا، ونشار الفيديو على قد ما نقدر عشان الفيديو بتاعنا يترفع. يبقى جزاكم الله كل خير. هي البطه دي بصراحه طيبه جدا، ما بتعضش ولا اي حاجه. اللهم بارك اللهم بارك، ربنا يبارك لنا فيهم يا رب.